مرحبا جميعا، وياكم كيرا، ورجعت لكم فيديو جديد. قبل لا نبدأ هذا الفيديو أدعوكم تشتركون بالقناة وتفعلون زر الإشعارات حتى توصلكم التحديثات أول بأول. اليوم راح أشرح لكم نسخة تيك توك كيرا بالإصدار الجديد وشنو هي الإضافات داخل هذا الإصدار، فتابعوا الشرح للنهاية، ورابط التحميل راح يكون داخل صندوق الوصف. نتوجه إلى مدير الملفات، بعدها المكان اللي حملنا به النسخة. راح تكون هناك نسختين للتحميل، نسخة راح تكون بإيموجي الآيفون ونسخة راح تكون بخط الآيفون. ثبت النسخة اللي نريدها، سوي لها تثبيت، ننتظرها تثبت ويانا. الآن بعد ما يكمل التثبيت ويانا نضغط كلمة فتح وراح يفتح البرنامج ويانا. نعطي البرنامج الإذونات المطلوبة، بعدها راح تظهر لكم هاي الكلمة، تضغطون اشتراك وراح يوديكم لقناة اليوتيوب حتى تشتركون بيها. راح يشتغل البرنامج وياكم وما تواجهون أي مشكلة بالتطبيق. تضغطون اشتراك، بعدها تفعلون زر الإشعارات، تضغطون رجوع بهذا الشكل، وراح تشوفون إنه البرنامج فتح ويانا. بعد ما يفتح التطبيق نتوجه إلى الملف الشخصي ونسجل دخول بالحساب مالتنا. والآن بعد ما سجلنا دخول وفتح الحساب مالتنا، راح تقدرون من خلال هاي النسخة تعدلون الملف الشخصي وتغيرون الصورة والاسم والسيرة الذاتية وما راح تواجهون أي مشكلة. الآن نضغط رجوع، بعدها نتوجه إلى الملف الشخصي، بعدها تضغطون على الإعدادات والخصوصية وراح تشوفون خيار امتيازات تيك توك كيرا. تفتحون هذا الاختيار وراح تظهر لكم هذه الواجهة. راح تقدرون الإعلانات من البرنامج، كذلك تخفون البثوث المباشرة والقصص والصور اللي تحتوي على موسيقى. كذلك تقدرون تعينون حد للمشاهدات والإعجابات من خلال الرقم اللي تخلونه، وراح تظهر لكم الفيديوهات اللي تحتوي مشاهداتها على الرقم اللي تكتبونه هنا. ننزل للأسفل وراح تقدرون تفعلون إزالة العلامة المائية أو تحميل الفيديو بدون علامة مائية. كذلك معلومات تغيير البطاقة راح يكون رابط الشرح الخاص بها داخل صندوق الوصف. والاختيار الأخير اللي هو إظهار شريط التقديم والتأخير على جميع الفيديوهات. الآن نضغط رجوع، ننزل للأسفل شوية وراح تشوفون إنه كلمة العرض راح تكون موجودة وياي هنا بالأسفل. سوي لها فتح، راح تظهر لكم هذه الواجهة اللي راح تمكنكم من التبديل بين الوضع الفاتح والوضع الداكن للتيك توك. بمجرد ما تضغطون على كلمة داكن راح تشوفون إنه البرنامج تغير وياي إلى الوضع المظلم مثل ما موضح قدامكم. أضغط رجوع، لو توجهت على الملف الشخصي راح أشوف إنه الوضع الداكن موجود وياي، وتوجه على صندوق الوارد راح تشوفون أيضا إنه الوضع الداكن موجود. لو فتحنا أي محادثة راح تشوفون إنه إيموجي الآيفون موجود وياي، وأقدر أرسل وأستخدم الإيموجيات الجديدة مثل ما موضحة قدامكم، والوضع الداكن موجود وياي. كذلك راح يكون موجود أيضا داخل شاشة التعليقات والوضع الداكن موجود وياي، وإيموجي الآيفون آخر تحديث مثل ما موضح قدامكم، تقدرون تستخدمونها بدون مشكلة. لو نريد نرجع على الوضع الفاتح نرجع مرة ثانية على إعدادات، ننزل إلى العرض، بعدها نختار فاتح وراح يرجع البرنامج ويانا إلى الوضع الفاتح، وإيموجي الآيفون راح يكون موجود وياي، والبرنامج راح تشوفونه الشاشة الفاتحة. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية الشرح. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني بلايك واشتراك بالقناة. سلام.